قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناتين وقناة الفيس وقناة العشوائيات بتاعتنا، وهتلاقيهم كلهم موجودين في الوصف مع قناة التليجرام اللي فيها أسامي الحكايات كلها. وكالعادة ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك، ويلا بينا. وقفني في الجزء اللي فات منهاوى بجن اللي أنهى التدريب بتاعه مع قبيلة الميونج وقدر يكتسب اعترافهم، وقرر يخرج عشان يخلص مهمته، وقال لهم ان هو يرجع لهم تاني عشان يكمل تدريبه. وفعلا جين اتوجه بعدها لجزيره بلادو، وهناك قابل مجموعته واللي كانوا متنكرين لسلة البوصلة اللي عيلة الزفل كانت بتسلمها لمنظمة كانزيلو. وفعلا شكون وكارل زفل بدأوا عملية التبادل، ولكن جين هجم عليهم باستعمال سحر الضوء وسرق البوصلة منهم وهربها مع مجموعته. وقرروا شكون وقفوا جين ودخلوا ضده في معركة، ولكن جين كان قادر يهزمهم بسهولة باستعمال قوته الجديدة وقدر يهرب لمكان بعدها. ولكن لما حاول هو ومجموعته يخرجوا من الجزيرة اتفاجئوا بقوات مروكوندايل وقوات من بيمنت وصلوا وحاصروهم. وجين عثر على كوزموس واللي كان مجهز مخرج سري وقدر فعلا يهرب معاه من الجزيرة. وجين رجع بعد كده لمقره واستعمل البوصلة مع مجموعته وقدروا يعثروا على متعاقد حاكم البرق واللي جوشوا كان خفيف أسره عشان يستعملوا ضد جين. وبنكمل الاحداث بجوشوا اللي بيكلم اتباعه والولد اللي معاهم وبيسالهم لما بيعتقدوا انهم فعلا يقدروا يستعملوه لهزيمه جن. وفيروز بتقول له انها ما تعرفش وان الولد ده باين عليه انه ضعيف جدا وانه هيتسحب بسهوله ضده، وبيتعصب وبيحرك قوته وبيستعد للهجوم عليها. وهي بتضحك وتساله بيظن انه يقدر يهزمها وانه غبي جدا، ولكن جوشوا بيتدخل ويطلب من جوليان يتوقف وبيقول له انه بينفذ امره وبس وانه ما طلبش منه قتل اتباعه. والولد جوليان ده بيخاف وبيتاسف له وبيقول له انه ما يقدرش يتصرف من غير اوامره. وجوشوا بيقدر انه يضحك وان كلام اتباعه صحيح وانه ضعيف لهزيمه جن، وانه بيعتقد ان ده الوقت المناسب لزياده قوته وانه هيضربه بنفسه. وبيروح بعدها البحر الاسود وبنشوف شيرون اللي بيستلم تقرير من خان عن اللي حصل في الجزيره. وشيرون بيقول له ان اسم الولد بيرمل ده مش غريب عليه، وخان بيقول له فعلا وده الاسم اللي ظهر في التحاب بتاعتهم، وانه هجم على القوات اللي كانت موجوده بسحر برق مرعب، وانه بيعتقد انه متعاقد حاكم البرق الجديد. وشيرون بيضحك وانه بيعتقد ان العالم هيتصدم اما يعرفوا ان ده ما كانش متعاقد حاكم البرق ولكن ابنه الاصغر جن. وخان بيكون مصدوم وبيساله بيتكلم عن ايه، وشيرون بيطلب انه ما يعرفش اي شخص هنا عن حقيقه اللي حصل وكمان يخفي المعلومه دي عن اخوات جن الباقيين. وخان بيقول له طيب، وشيرون بيراقب الرساله اللي بعتته من كشمير وان كشمير ما كتبش سبب ذهاب جن للجزيره وانه واضح انهم ولي الجن اكتر منه. وده انه يضحك والوغد ده يسب احترام اتباعه اكتر من خوفهم منه. وخان بيراقبه ويكون مستغرب وبيساله مستمتع بالوضع للدرجه دي. وشيرون بيمنحه الرساله وبيطلب منه يقراها وانه يفهم كل حاجه. وخان بيقراها ويكون مصدوم وبيعرف ان كشمير بيقول لشيرون ان جن قال له انه يقدر يتصدى لهجمه واحده بس من ابوه في كامل قوته دلوقتي. وخان بيتعصب ويقول لشيرون انه واضح ان جن الجنه اخيرا وانه مش مسموح له يكون مغرور وهين قوه ابوه كده. وشيرون بيقول له انه ابعد ما يكون عن الجنون وبيساله يعرف عن قبيله الميونج. وخان بيستغرب وبيساله بيتكلم عن القبيله اللي حاربت الحكام من 5000 سنه واتقضى عليهم وسلدرايه اتبنى الناجين منهم بعدها. وشيرون بيقول له فعلا وانه بيعتقد ان ابنه وصل لمكانهم المخفي واتدرب معاهم وانه اكيد اتدرب مع القائده بتاعتهم فان وانه نصف حاكمه زيه وقوتها مماثله لقوته. وانه بيعتقد ان جين زود قوته لدرجه ان هو صد واحده من هجماتها وان عشان كده بيقول انه يقدر يصد الهجمه منه. وخان بيقول انه ما يعرفش شخص اقوى منه حتى لو نصف حاكم، وانه بيعتقد ان جين ناقصه خبره والمفروض هم يستدعوه البحر الاسود ويقاتل الوحوش هنا. وشيرون بيضحك ويقول له لا وانه لازم يحمله مسؤوليه كلامه ده الاول، وبيطلب منه يبعت رساله لجبال الانت الشماليه وانه عنده خصم مناسب لجين. وبيعدي بعدها كام يوم من لحظتها وبنشوف جيت بيروح يكلم كشمير وهو بيقول له ان في واحده غريبه ظهرت قدام القصر عندهم وانها بتقول انها عايز تقابل جين، وبيقول له انها حضرت كميه كبيره من الذهب صحيح معاها. وكشمير بيستغرب وبيساله عن مكانها وانه يروح يقابلها حالا. ويروح في لحظات الاكوانتيل اللي بتكون موجوده مع جين وهي بتكون مصدومه وبتقول في طاقه غريبه ظهرت هنا وانها بتفكرها بطاقه جبال الانت. وجين بيكون مستغرب وبيسالها بتتكلم عن ايه وهي بتقول له انها تعرفه وبتقول له ان من 40 سنه فاتوا كان في مجموعه من التنانين استقروا بالقرب من جبال الانت ولكن فجاه حصل هجوم عليهم وتم القضاء عليهم كلهم وان الشخص اللي عمل كده كان شخص واحد بس وان من ساعتها التنين بتخاف تقرب حتى من الجبال دي. ومراكان بيسالها ومين اللي جرى يعتدي على التنانين اثناء نومه وبيطلب منها تعرفوا اسمه حالا ومين اللي عمل كده. وهي بتقول له فارسه قويه جدا اسمها فانيسا اولسن
وإن التانيين اطلقوا عليها لقب صدى الجبال المرعب. وبنشوف فينيسا اللي بتوصل القصر وهي بتراقب المكان وبتدانها تضحك وبتقول إنها قادرة تشم رائحة التنين القذرة هنا. وكشمير بيرحب بيها وبيشكرها على زيارتها وإنه قائد مجموعة الريشات السبعة، وبيقدم لها زوجته وبيقول دي إليسا زوجته والنائبة بتاعته. وإليسا بترحب بيها في قصرهم، وفينيسا بتعتذر ليهم عن الحضور بدون تحذير مسبق، ولكن هي كانت مشغولة وبتشكرهم على استقبالها. وإليسا بتراقبها وتكون مصدومة وتسألها عن نوع القوة اللي هي بتملكها دي وإنها مش شخص طبيعي. وكوانتيل بتراقب فينيسا من بعيد وبتقول لجين إنها مش غلطانة وحواسها لسه بخير، فهي بتعتقد إن رعب جبال الإنت حضر بنفسه لهنا وإنها مش متخيلة إنها لسه عايشة. ومراكان بيضحك وبيسألها لو حضرت عشان تموت هنا وإن الفلوس اللي حضرتها دي هتكون مصاريف جنازتها. وكوانتيل بتقول له لأ وإنها مش تعتقد كده، وإن لو عايز تقتلهم ما كانش تطلب إذن للدخول لهنا وإنها مش تطلب الإذن من ضحاياها. ومراكان بيضحك ويقول لها إنه عايز يقاتلها وإنه مش متخيل إن في شخص قوي قادر يهزم كمية التنانين دي كلها غير تيمار وشيرون. وكوانتيل بتطلب من مراكان يفكر بذكاء وما يكونش مغرور، وإن قوته الحالية دي هتسحقه بسهولة، وإن حتى لو كان بكامل قوته القديمة فهو مش هيقدر يهزمها برضه. وراكان بيقول لها إنه مش هيعرفه غير أما هو يقاتلها، وبيسأل جن عن رأيه وجن بيقول إن هو غبي زي ما كوانتيل قالت وإنه المفروض يسمع الكلام قبل ما يعمل أي مشاكل. وراكان بيقول له إن هو يسوي يستهزأ بيه، ولكن هو ما يرجع قوته هو هيسحبهم هما الاتنين مع بعضهم وهيكشف له قوة التنين الأسطوري الأقوى اللي هو كان بيهينه. وجن بيقول إنه ما اعتقدش إنها حضرت عشان التنانين دول، ولكن عشان تختبر قوته بناء على طلب أبوه. وبالتالي كشمير عرف أبوه عن قوته وكلامه اما قال انه يقدر يتصدى الهجمه من ابوه بكامل قوته. وجيت بيوصل ويقول لجين ان السيده فينيسا عايزه تقابله، وجيني بيقول ان كشمير اتكلم اكتر من لازم وان ده ممكن يبقى خطير جدا. وجيني بيروح فعلا يقابلها، وكشمير بيقول لها انه حضر لها افضل الحلويات الموجوده عنده في المدينه، وهي بتشكره وتقول له انها كانت هتتحرج من قبول الحلويات دي، ولكن بسبب التبرع الكبير بتاعها عليهم فهي مش محرجه. وكشمير بيشكرها ويقول لها انه سعيد بتبرعها الكبير المنظمه عنده. وهي بتساله لو صحيح يقدر يمنحها مساحه للكلام مع جين وهنا عايز يكلمه في موضوع مهم خاص بيهم. هو بيتفاجئ ويقول لها اكيد وبيسيبه بيمشي. وفينيسا بتقول لجين ان ابو شيرون بعت لها رساله وطلب منها تحضر رؤيته، وجين بيقول لها ان هو عارف وانها بتحاول تخفي طاقتها ولكنها شخص مرعب جدا. وبيسالها شخص بقوتها دي موجود من زمان وعارف ابوه فليه هو ما سمعش عنها قبل كده. وهي بتضحك وتقول له ان العالم بتاعهم كبير جدا وان اللي بيظهر نفسه هو بس اللي عنده اهداف. وجيني بيقول لها انه واضح ان ابوه بيثق فيها جدا لدرجه ان هو عرف كل اسراره وبعتها لهنا. وهي بتقول له ان شيرون بيثق فيها لدرجه انه ممكن يطلب منها تحمي ظهره مش الاسرار بتاعته وبس. وجيني بيكون متفاجئ ويقول لها ان ابوها مش بيثق في اي شخص للدرجه دي، وبيساله معنى كده ان الاشاعات عنها صحيحه وانها رعب جبال انت الشماليه. وهي بتضحك وتقول له بقى فتره كبيره ما سمعتش الاسم ده وان ده كان اسمها الثاني ساعه ما كانت واحده من فرسان السود التابعين لابوه. وتساله وعارف مين فرسان السود، وابوه لا فعلا ودول فرسان القوى الخاصه التابعين لعيلته، وان الفارس اللي بيتم اختياره كفارس اسود بيمسح اسمه وكل حاجه خاصه بيه وبيستلم اسم جديد وهدفه الوحيد بيكون خدمه اوامر قائد العيله وبس. وهي بتقول فعلا وان اقوى فارس اسود في تاريخ عيلته كان هي، وان هي اللي ساعدت ابوه بيخضعوا وحوش البحر الاسود، وان تاريخها كله موجود في متحف العيله عنده. وجيني بينحني قدامها بسرعه وبيقدم لها الاحترام وبيشكرها على خدمه عيلته وانه ما كانش يعرف ان هي السيف الاسود الخاص بابوه. وفينيسا بتضحك وتكون واضح ان هو عنده اخلاق واحترام على عكس اخواته، وتطلب منه يحضر السلاح بتاعه ويتحرك معاها وتقول له انه عثرت على جزيره معزوله في طريقها لهنا وانها تكون مناسبه لمعركه عقبيه ليه وانها حضرت عقابه. والاتنين بيروحوا فعلا للجزيره دي، وجيني بيراقبها ويكون مستغرب وبسألها متاكده ان عقابها يكون عباره عن معركه ضدها. وفينيسا بتقول له فعلا وانها بتعتقد ان معركه ضدها هي اسوأ عقاب ممكن هو يستلمه، وتساله هو فكر في الخطا اللي هو عمله عشان يستحق العقاب منها. وجيني بيقول لها انه ما يعرفش، وهي بتقول له انه واضح انه صريح في الكلام وانه يتم عقابه عشان هو صريح ومش بيحتفظ بافكاره لنفسه. وتسال جين لو فعلا بيعتقد انه يقدر يتحمل هجمه واحده من ابو شيرون في كامل قوته. وجين بيكون متفاجئ وانه كان عارف ان كشمير عرف شيرون باللي هو قاله وانه بيتكلم كتير. وفينيسا بتخرج سيفها وبتقول له انه قال كلام كتير غير مسؤول وانه لازم يثبت صحه كلامه ده وبراءته عن طريق اثبات قوته قدامها، وانه لو كان مغرور وبس فيها تعاقبه. وجيني بيراقبها وانه عايز يتاكد من قدراته وانه مش ممانع وده يكون مفيد بالنسبه له. وجيني بيسال فينيسا لو شرط اثبات قوته هي هزمتها في المعركه، وفينيسا بدنا تضحك وتقول له انه ولد مغرور جدا وانه ما يقدرش يحلم بكده وان ممكن هو لو لمس ملابسها مثلا او خدشها هتعتبره فاز. ولكن جيني بيقتل مكانها بسرعه قبل ما يكمل وبيستعمل سيف البرق بتاعه وبيهجم عليها، وهي بتراقبه وتساله هو عارف ان من الوقاحه انه هاجم شخص وهو بيتكلم وبتتصدى لهجمته بسرعه وتبعده عنها.
وبتقول له ما يتغرش بنفسه ويخرج كل حاجه ضدها. وجيني بيقول لها انه عارف وانه ناوي يعمل كده، وبيستعمل قدره التسريع وبينطلق وراها وبيهجم عليها وهي بتراقبه، وتقول له ان سرعته والهاله اللي هو مخرجها مثيره للاعجاب، وتساله لو دي سيافه قبيله الميونج، وبتتصدى لهجمته وبتضحك وبتقول انه مهتم اكتر بطاقه الظلال بتاعته زائد سحره وانه يقدر يستعملهم لو هو عايز. وجيني بيقول لها انه واضح ان ابوه بيثق فيها فعلا وانه عارفه كل حاجه عنه، وهي بتهجم على جين وبتقول له انها قالت له انها مسؤوله عن حمايه ابوه مش الاسرار بتاعته وبس. وجيني بيقول ان الهجمات بتاعتها سريعه وانه مش لاقي نقطه ضعف فيها، ويبدا يهجم عليها بكل قوته بسيفه وبيضل يدمر في المكان. وفينيسا بتراقبه وبتضحك وبتقول ان سيف الميونج النادر ده بيسمح له يتحكم في البرق بتاعه كانه متعاقد معاه، ودي مهاره قويه جدا الاشخاص اللي استحقوا ميركوندايل هم بس اللي بيكتسبوها. وبيتراقب سحر الظلال اللي ظهر وراها عشان يهجم عليها، وبيقول انه كمان بيهاجمها بظلاله اثناء قتالها وانه ذكي جدا. وجيني بيحضر سحر الظلال في ايده الثانيه وبيحاول يهجم عليها برضه اثناء انشغالها في التصدي لسيفه وسحره، وهي بتراقبه وبتقول انه بيعرف ازاي يقاتل وانه مش موهوب وبس ولكن خبرته القتاليه كبيره، وبتتصدر كل هجماته سواء بالسحر او بالسيافه. وبتقول له انه يستحق اعجابها وتتراجع لبعيد، وبتقول له بس ده مش هيهزمها، وتساله لو عنده حاجه تانية يستعملها ضدها. وجيني بيلحق بيها وبيستعمل سحر الضوء عشان يعمل نظرها وهي بتراقبه، وبتقول ان ده سحر الضوء المنسي وانها اول مره تشوفه، وتصب العمل مؤقت من هجوم جن عليها. وبتقول له انها ما كانتش تعرف انه بيخفي خدعه مثيره كده وانه فاجئها. وجيني بيظهر قدامها وبيحاول يهجم عليها بسيفه وهي بتشعر بيه وتقول له انها مش متخيله انه نام كده وانه يقدر يدمر معظم فرسان 9 نجوم بسهوله. وجيني بيهجم عليها بكل قوته وبيحاول يصيبها بسيفه ولكن هي بتتفادى هجمته بسهوله، وهي بتقول انها عرفت ليه ابوه قرر دلوقتي مع عكبوش ولكن يتحداه وانه ما كانش مغرور، وتهجم عليه بكل قوتها وبتصيبه في جسمه وبتقول انها فخوره جدا بيه وترميه لبعيد، وتساله لو عنده حاجه تانية يظهرها ولا هو خلاص كده خلص والمعركه اتحسمت بسرعه. وجيني بيسيطر على جسمه قبل ما يصطدم بالصخور اللي وراه وبيبدا انه يعاني وان ده كان هجوم قوي جدا وانه اصابته. وفينيسا بتروح له وتساله متاكد انه عنده 17 سنه وبس وانه بيمتلك موهبه مرعبه بالنسبه لسنه، وانها بتعتقد انها ممكن تقارنه باخته لونا اما كانت في سنه برضه. وجيني بيسالها لو اخته كانت تقدر تضرب ابوه وهو مضرب واحده اما كان عندها 17 سنه، وهي بتقول له لا بس كانت تقدر تعمل كده اما وصلت 18 سنه، وانها كان عندها موهبه متفجره. وجيني بيراقبها وانها مش بتختبر كلامه وبس ولكن كمان بتختبر قوته مقارنه بلونا، وانه ما ظهرش كامل قوته قدامها فهي مش هتتردد في قطع ايده، وبيحرك قوته وبيضحك والمش مهم ودي مش هتكون المره الاولى اللي يخسر ايده او رجله فيها، وانه اتعود على كده في تدريبه مع فان واتباعها. وفينيسا بتراقب كميه السيوف الكتيره اللي ظهرت في المكان فوقها وبتضحك وتسال جين لو دي الورقه الرابحه بتاعته اللي هو كان خفيها لحد النهايه ضدها، وهو بيقول لها فعلا، وهي بتقول له المفروض هو يكون حذر ضدها وان ممكن ورقته الرابحه دي تنقلب عليه ضد شخص بقوتها. وجيني بيقول لها ما تقلقش وبطلب منها تقضي وقتها في مراقبه قوته وقوه هجمته وانه متاكد انها تستمتع بيها، وبيرمي السيف بتاعه في الارض ويبدا يستعمل قدره الاربع سيوف الخاصه بحاكمه السيوف التآكل، والسيوف دي بتختفي في الارض وبتولي سحر برق كبير. وجيني بيراقب فينيسا وبيسالها مستعده وانه يبدا حالا في الهجوم بتاعه، وسحر كبير بيظهر في المكان وبيبدا يختلط بسيوف البرق اللي جين دمجهم مع الارض. وفينيسا بتراقبه وتكون مستغربه وتسال جين اللي هو بدا يدمج البرق مع الارض اللي هنا، وبتقول له انها مش مهتمه بالسحر بتاعه وانها كانت عايزه تشوف بس سوق قبيله الميونج اللي اختفوا من 5000 سنه، وانها عايزه تواجه سيافه نادره ولكن بتكون بتتحرك بتتفاجئ بسيف برق واقع عليها وبيكون هيصيبها، وبتتفادى السيف بسرعه قبل ما تتصاب وبتكون متفاجئه وبتقول ان هو بيعمل حاجه مثيره للاعجاب وانه واضح انه مش هيستعمل السحر وبس. وجيني بيتحرك بكل سرعته في المكان عشان يهجم عليها وهو بيستدعي تيس بسرعه عشان تساعده، وبيقول التقنيه دي مش تبقى قويه زي اللي كانت فان بتستعملها ولكن هو ما عندوش حل تاني وانه يكشف لها كل حاجه خفيها. وبيتحرك في المكان حوالين فينيسا بكل سرعته وبيستعمل واحد من السيوف الموجود في الارض وبيهجم بقى على فينيسا، وفينيسا بتعرف ان هو هيهاجمها بكل السيوف المزروعه وبيطير بسرعه في السماء بعيدا عن هجماته. وجيني بيحضر سيوف اكتر في السماء فوقها وبينتقل مكانها مع تيس، ويقول ان في اللحظه اللي هتتفادى فيه هجوم منه فهي حركتها القادمه بقت معروفه بالنسبه له. وفينيسا بتراقبه ويدينها تضحك وتسال جين اللي هو عملها ده كله عشان يعمل لها فخ وان كده هو عارف انها مش هتفادى الهجمه دي. وجيني بيتفاجئ ولا بتعمل ايه وانها بدات تحرك قوتها كامله وهي بتخرج سيفها وبتضخ فيها هاله السيف، وبتقول انها ما تخيلتش انه بيمتلك تيس كمان معاه وانه بيخلي المعركه دي افضل بكتير بالنسبه لها. وجيني بيكون مصدوم ويقول انها ناويه تتصدى لهجومه وترد عليه وانها مختله وممكن تقتله. وفينيسا بتستعمل هاله السيف بتاعتها وبتهجم على كل السيوف اللي جيني كان بيهاجمها بيها وبتدمرها،
وتسيب تنتقل لمكانها بسرعه وتستعمل النيران بتاعتها وتهجم على فينيسا وتحاول تصيبها. وفينيسا بتقول لها إن دي نار قويه جدا، ولكن للاسف هي مش تنفع ضدها، وبتستعمل آلة السيف وبتهجم على النيران وبتدمرها مع تيس. وتسأل جيني بعدها لو هو خلص، ولكن جيني بيظهر ورا تيس بسرعه وبيبدا يستعمل سيف الظلال بتاعه وبيقول لها لا، وانه لسه يمتلك هجوم اخير. وفينيسا بتراقبه ويكون متفاجئه وبتقول ان هي ما كانش تعرف انه بيمتلك كميه الظلال دي كلها، وانه كان خايف هجمته الاساسيه في هجمه مخادعه، وان لو كانت تعرف كانت احضرت سيف افضل عشان تتصدى له. وجيني بيستعمل الاسلوب الاول لسيف الظلال قطع الارواح وبيهجم على فينيسا بكل قوته وبيقول لها انه يحسم المعركه دي. واول لما الهجمه بتاعته بتصطدم بفينيسا بيحصل انفجار كبير في المكان، وفينيسا اللي اتصدت بهجوم جيني بسيفها بتتفاجئ بان سيفها اتكسر من هجمته. وجيني بينزل على الارض وبيبدا انه يعاني وانه هيستعمل كميه قوه كبيره، وده كان خطير جدا. وفينيسا بتروح له وبدنا تضحك وتقول له ان هو قوته مذهله جدا وانها ما توقعتش كده منه، وان ابوه طلب منها تعاقبه ولكن هو قدر يصيبها زي ما هم اتفقوا واثبت قوته وان هو يستحق مكافاه منها. وجيني بيراقبها وبيضحك وانه كان بيسال دايما الحارس الشخصي لابوه عامل ازاي وانه وحش زيه، والاتنين بيقعدوا بعدها عشان يتكلموا. وفينيسا بتراقبه وبتقول انها شايفه انه مش متاثر بالكحول نهائيا، وبتساله يشرب اكسير 10000 سم قبل كده، وابو لا فعلا، ولكن هو ما قارنش بيها حتى، وهنا بتمثل القوه الطبيعيه اللي هو بيطمح انه يوصل لها في يوم من الايام. وبيسالها صحيح لو يقدر يسالها سؤال، وهي بتقول له اكيد. هو بيسالها هي ازاي قابلت ابو شيرون وانها ما اعتقدش ان شخص زيها انضم للعيله بتاعتهم برغبتها من البدايه. وهي بتقول له دي قصه طويله من زمن فات وانهم عندهم وقت كبير عشان كده هتعرفوا اللي حصل. وبتقول له ان شيرون عثر عليها ما كانت يتيمه وانها كانت عايشه في قريه مع اخوها الصغير، بس في يوم من الايام تنين نار هجم على القريه دي وانه قضى على الكل حتى اخوها الصغير. وبتقول انها من بعدها بدات تتدرب وانتقلت مكان للتاني عشان تتم التنانين اللي قتلوا اخوها، وانها كانت بتبحث عن الهجم عليهم واعوانه، وان في كل مكان كانت بتمر بيه كانت بتقضي على التنانين كلها الموجوده فيه، واخرهم كان تنانين جبال انت الشماليه. وبتقول له ان مر عليها 15 سنه وهي موجوده في الجبال دي وجت في انتظار التنين يظهر وهو ما ظهرش، وانها كانت بتقتل اي تنين حتى لو من نوع مختلف يقرب من الجبال، وانها كانت تتصاب بالجنون خلاص. وبتقول له ان بعد فتره ابو شيرون وصل لجبال انت دي وهناك عثر عليها، وانها طبعا دخلت ضده في قتال ولكن عرفت ان ده كان اختيار خاطئ وانه كان بيمتلك قوه ساحقه، وانها لاول مره من 15 سنه تخسر في معركه. وبتقول له ان هي بعد هزيمتها ابوه مش قتلها ولكن في الواقع وبناها، وانه اخدها لمكان التنين اللي كانت بتبحث عنه، وانه كان تنين نار من ابناء ملك التنين نار اقوى كادوني التابع لقائد عيله الزفل، وان كادوني كان موجود عشان يحمي نسله. وتقول له ان شيرون دخل في قتال ضد كادوني عشان يسمح لها تاخد انتقامها، وان كادوني هرب بسرعه من المكان بعد ما استلم ضربه قويه من شيرون، وان في فضل كده فهي كانت قادره تنتقم من تنين النار ده وقتلته اخيرا بعد وقت كبير من البحث عنه، وان بعدها هي ما كانش عندها هدف غير مساعده الشخص اللي ساعدها، وانها اصبحت فارسه سوداء والحارسه الخاصه بتشيرون. وجيني بيكون متفاجئ وهو اللي ما كانش يعرف انها عارف من حاجه صعبه كده، وهي بتقول له ده مش مهم وده كله من الماضي، وتطلب منه يستلم جايزته، ودي خريطه ابو شيرون منحها ليها وطلب منها تسلمها لاي حد من اطفاله شايفاه يستحقها. وجيني بياخدها منها ويشكرها وهو مش متخيل انها بتسلمه هديه زي دي، وبيراقب الخريطه ويكونش فاهم وبيسالها ايه الخريطه دي صحيح، وهي بتقول له خريطه البحر الاسود. وجيني بيستغرب وبيسالها وهي بتملك خريطه للبحر الاسود ازاي، وان المكان ده مليء بالوحوش وان مفيش شخص قدر يرسم له خريطه قبل كده، وان حتى عيله الزفل فشلوا واستسلموا في النهايه. وهي بتقول له ما يقارنش ابوه باي شخص تاني في العالم، وانه قدر بمساعدتها على رسم خريطه سريه من فتره كبيره، وان داخل الخريطه دي هيعثر على الاختبار القادم بتاعه. وجيني بيستغرب وبيسالها اختبار ايه، وهي بتقول له ان في مكان متعلم عليه على الخريطه وبتطلب منه ينتقل المكان ده، وان هناك هيعثر على وحش قوي جدا محتاج يقتله. وبتقول له ان الوحش ده خطير وانه تم تربيته من مشعوذه هيرم القديمه وانه لازم يكون حذر. وفينيسا تاني يوم بترجع للسكن بتاعها، وهي اول ما بتوصل بتستغرب ان باب بيتها مفتوح، وبتتسال عن اللي بيحصل هنا، وتدخل للبيت وبتراقب شخص موجود وبتدنا تضحك وتقول له ان هو كبر في السن وانها ما تخيلتش ان هو بعتها رساله الاول وبعد كده هيزورها، وهو بيقول لها ان هو كان عايز يسمع كلامها بنفسه، وبيسالها عن اخبار ابنه الصغير، وهي بتضحك وبتقول له ان السن ما اثرش عليه وانه لسه متسارع كعادته، وبتقول له ان جين افضل حتى من توقعه. وشيرون بيضحك وهو انه قدر يعرف كده من الاصابه اللي في وشها، وهي بتقول له فعلا وانه اثر على جمالها وانها سلمته الخريطه اللي هو منحها لها. وشيرون بيقول لها ما توقعش انها تمنح الخريطه دي ابدا لاي حد من اولاده، وهي بتقول له فعلا وتساله لو ما كانش عارف عن قوه ابنه الكبيره، وهو بيقول لها انه كان عارف، وبيسالها لو معنى انها سلمت الخريطه لجين انها خلاص اتخلت عن لونا
ومش هتدعمها عشان تبقى خليفته. وهي بتقول له ان كل الفرسان في العيله وحتى المسؤولين زيهم وضعوا ثقتهم وعملهم على لونا من اول ما هي اتولدت. وبتقول له بس للاسف هم كانوا مهملين، وان هم لو كانوا يهتموا بحالتها النفسيه بس اكتر بشويه من باقي اخواتها هي ما كانتش هتتخلى عن مركز البطريركي ابدا والصراع ما بينهم. وبتقول له ان لو لونا كانت البطريركي دلوقتي هي كانت هتتولى شؤون العيله، وهم كانوا اخيرا يقدروا يركزوا على اهدافهم. وبتقول له بس ده مش مهم، وانهم اضطروا ياخروا الهدف بتاعهم ده شويه، ولكن عشان هي تمنع تخلي جن على العرش زي لونا فهي تدعمه وهتساعده بكل قوتها. وبتقول له ان ابنه الاكبر جوشوا بيراقب جن بحذر وبيجهز خطه للتخلص منه. وشيرين بيقول انا وعارف، ولكن لو جن شخص محتاج مساعدتهم عشان يخطى حتى عيلته فهو ما يصلحش يكون بطريرك ابدا، وانه اما يدمر الكل بنفسه يا اما يتعرض للتدمير منهم. وهي بتساله طيب هو ناوي يعمل ايه لو جن وضعه النفسي بقى سيء جدا وتهم القتال على العرش برضه والمؤامرات زي لونا؟ وشيرين بيضحك وبيسالها مش عشان كده هي منحته الخريطه وانها بتحرص انه ما يتحولش لاخته الكبيره لونا. وروح بعدها الجن اللي بيكون بيتحرك مع موراكان في اتجاه الجزيره بعد اتباع الخريطه. وموراكان بيساله لو هو عايز الجزيره دي وبيقول له فعلا. والاتنين بيوصلوا فوق الجزيره وجن بيقول ان في عمود غريب خارج من الجزيره. وموراكان بيقول له ان ده مش عمود، وبيقول له ان ده عيش وحوش الكالوتشا وانها وحوش خطيره بتعيش بعيدا عن البشر، والوحوش دي اول ما بتشوفهم بتروح تهجم عليهم. وموراكان بيسالهم لو هم عندهم الجراءه انهم ما يشوفوه وما يهربوش ولكن يهجموا عليه كمان، وان هو يعلمهم درس مش هينسوه ابدا. وبيهجم عليهم بانفاس الظلال بتاعته، بيبدا يدمر مكان بيهم والوحوش دي بتقضى عليها والعش بتاعهم بيتدمر بالكامل. وجن بيراقب اللي بيحصل ويقول لموراكان انه واضح ان هو رجع جزء كبير من قوته تاني. وموراكان بيشكره وانه طبعا ما يقارنش بالتقدم بتاعه. وجن بيقول له اكيد بس هو قلبه اتدمر قبل ما هو يتختم، وان هو سعيد ان هو قدر يتقدم تاني بسرعه كده. وموراكان بينزل بعدها ويقول له ان هو لسه محتاج وقت كبير بالطريقه دي، وانه لازم يعثر على طريقه يجبر بها جسمه يسترجع قوته بطريقه سريعه. وبيقول له ان هم لازم يتقدموا من هنا على رجلهم، وان السحاب فوق الجزيره مليء بالضباب السام، وان حتى هو جسمه هيتدمر اللي هو مر من خلاله. وجيني بيستغرب وبيساله امال وحوش الكالوتشا كانت قادره تطير هنا ازاي؟ وراكان بيتحول وبيقول له ان وحوش الكالوتشا عندها سم في عروقها اساسا، وان السم ما بأثرش عليها. والاتنين بدأوا يتحركوا في المكان بعدها. ومراكان بيقول له انه مش متخيل ان ابوه حضر الجزيره دي وعمل لها خريطه، وان حتى التنانين بتتجنب البحر الاسود بسبب خطورته. وجيني بيقول له ان ابوه ما بيعملش اي حاجه بدون هدف وبيسال عن سبب وجوده على الجزيره دي، وده غريب جدا. ومراكان بيقول له مش مهم، وان هم لازم يتخلصوا من الوحش خاص بالمشعوذه هايرم وبعدها هم يخرجوا من هنا، وان الجزيره دي شعورها غريب جدا. وجيني بيساله لو هو يعرف الساحره هايرم، ومراكان بيقول له انه كان يعرف عنها وانها مختله كانت بتتعاون مع الشياطين والحكام والبشر السيئين، وان جسمها كان ملعون بالقوه اللي هي استلمتها منهم. وجيني بيقول له انه قرا عنها قبل ما يحضر لهنا، وبيساله صحيح مسؤوله عن كوارث وحوادث كتيره حصلت في عالمهم. ومراكان بيقول له فعلا، وانها كانت نص بشريه ونص شيطانه، وان عمرها كان مساوي للشياطين وقوتها اكبر منهم، وان جسمها كان عباره عن لعنه كبيره، وان حتى الحكام كانوا بيتجنبوها منع لصدام ما بينهم. وقالوا ان هايرم كانت على علاقه بملك الشياطين اورجل اللي هو منع ظهوره قبل كده اما حارب ابن عيله الزفل، وان حتى هو كان بيعاني من لعنتها اثناء وجوده معاها، وان هم لازم يكونوا حذرين هنا لان ممكن يكون سايبها لعنه في اي مكان. وجن بيراقب وحوش ظهرت فوقهم للهجوم عليهم. وبيسال مراكان لو معنى كده ان هو خايف من هايرم، ومراكان بيقول له انه بكره هيتعامل مع الاشياء اللي ما عندوش طريقه لهزيمتها، وانه بيفضل انهم يبعدوا عن طريقها لان انتقامها بيكون صعب جدا. وجيني بيساله صحيح هو ابوه ما قضاش على الوحوش دي ليه طالما هو كان عارف انها موجوده على الجزيره، وهو بيقول انه ما يعرفش وان كده كانت تافهه بالنسبه له، وبيطلب منه يركز بس في كلامه وما يحاولش يستفز هايرم اللي هو قابلها في اي مكان. والوحوش دي بتروح تهجم عليهم في لحظتها، وجيني بيستعمل سيفه وبيهجم على الوحوش وبيدمرها كلها، ويقول لمراكان انه هو فهم وانه هيبعد عن طريق لعنتها. ومراكان بيراقب دم الوحوش وبيضحك وبيسال جيني لو مش قال له ان دمهم كله عباره عن سم، وجيني بيقول انه متفاجئ انهم قادرين يعيشوا كده، والاتنين بيكملوا بعدها في الجزيره. وجيني بيقول له انهم وصلوا المكان اللي متعلم عليه في الخريطه، ومراكان بيقول له فعلا وبيساله لو يدخل المكان ده معاه وان واضح عليه ان هو خطير. وجيني بيسيبه وبيدخل ويقول له ما يقلقش وانه هيرجع بسرعه. ومراكان بيراقبه ويقول له طيب، ويطلب منه يخرج بسرعه او يستدعيه لو هو شعر بالخطر. وجيني بيدخل وبيدن يراقب مكان في الداخل ويكون مستغرب والمكان ده غريب وانه مليء بفراشات سحريه ده غير اشواك كتيره، وبيقدر يشوف شجره اشواك كبيره موجوده قدامه وبيحاول يفحصها، ولكن بيتفاجئ بوحش ظهر منها وبيدن يراقبه.
وجيني بيكون مصدوم اول ما هو بيشوفه واللي الوحش ده وانه غريب جدا. والوحش بيدنه يراقب جيني باهتمام ويكون مستغرب من وجوده. وجيني بيراقبه وبيتسأل وده الوحش الخطير اللي هو محتاج يهزمه وانه مش باين على اي حاجه خطيره غير انه وحش اسطوري مثلا. ويدنه يضحك وانه لطيف جدا وبيكلمه وبيسأله عن اخباره. والوحش اول ما جيني بيكلمه بيهرب بسرعه عن مكان. وجيني بيراقبه ويكون مستغرب ولو هرب منه ليه وانه ما عملوش اي حاجه وانه كان بيحاول يكون لطيف معاه. وده انه يضحك وانه وحش ضخم جدا ولكن هو جبان وانه اول مره يشوف وحش زيه. وبيتحرك في المكان وراه وانه مش مهم وانه يلحق بيه ويحاول يتكلم معاه تاني. وبيضل يبحث في المكان ولو صحيح اختفى فين وانه مش قادر يعثر عليه في اي مكان هنا وانه وحش ضخم والمفروض يتم العثور عليه بسهوله. ولكن بيتفاجئ اما بيلاقي كرات ضخمه بتترمي عليه من فوق عشان تصيبه. وجيني بيكون مستغرب وبيسأله وصاحبه وراه عشان يعمل له فخ ويهجم على الكرات دي في لحظتها وبيقدر يدمرها كلها. وبيقول ان للاسف هو مش هيقدر ينفذ الخطه بتاعته دي معاه. ولكن بيتفاجئ بالوحش بيظهر قدامه في لحظتها وبيهجم عليه بكل قوته. وجيني بيقول ان الوغد ده كان عامل له فخ فعلا وبتصدى لهجمته. ولكن قوه الوحش بتكون كبيره وبترميه لبعيد. والوحش بينزل بعدها ويدنه يراقب جين وبيتساءل اللي هو مات منه. وجين اللي بيكون اتصاب من هجمته بيراقبه وان ده كان هجوم مفاجئ قوي وانه ما توقعش انه يكون بالقوه دي ويقوم وانه محتاج يهزمه. وده كان اختبار فينيسا وابوه وانه لازم ينجح فيه. وبيستعمل سحر النار بتاعه وانه يجبره يظهر قدامه بنفسه وانه بيكره اللعبه بتاعته دي وانه مش هيطرده بنفسه بعد كده. وبيستعمل السحر ده وبيهجم على المكان بالكامل قدامه ويدنه يحرقه. والوحش اللي بيكون متخفي في الغابه بيراقبه وهو بيحرق المكان ويكون متعصب من افعاله وانه لازم يوقفه. وجيني بيراقب مكان حواليه وبيسأل الوحش لو مش ناوي يخرج ويواجهه وان المكان بتاعه كله هيتدمر كده وانه المفروض هو عايش هنا وانه بيته بيتدمر. والوحش فعلا بيظهر قدامه عشان يواجهه. وجيني بيراقبه وده انه يضحك وانه ظهر اخيرا وانه هو اللي اضطر يعمل كده عشان يواجهه. وبيخرج سيفه ويقول له ان ده وقت المعركه المناسبه بينهم. والوحش بيتعامل مع جيني بلطافه وبيحاول يلعب معاه وبيقول له انه مش عايز يقاتله. وجيني بيراقبه وبيسأله مفكره مغفل وانه مش هيقدر يخدعه تاني. والوحش بيتعصب لانه مش بيكون عارف يخدع جين ويروح يهجم عليه. وجيني بيراقبه وبيضحك وانه اخيرا قرر يظهر حقيقته قدامه. والوحش بيستعمل قدرته في لحظتها على جين ويبدا يتسلل لعقله قبل ما يوصل لمكانه. وجين بيتفاجئ ولو بيعمل ايه. والوحش بيبدا يسحب ذكريات جين سواء من حياته دي او من حياته السابقه. وجين بيكون متفاجئ والوغد ده بيحاول يستعمل سحر الوهم عليه. واول ما الوحش بيقدر يتعب بعقل جين بيروح يهجم عليه بسرعه وبيحاول يصيبه. ولكن جين بيقدر يتفادى هجمته وبيهجم عليه وبيصيبه في جسمه وبيقول له انه وحش مغفل وان سحر الوهم ده مش هينفع ضده وانه واجه انواع السحر اسوء بكتير من اللي هو هيستعملها دي. ولكن جرح الوحش بيبدا يتعالج لوحده في لحظتها. وجين بيراقبه ويكون متفاجئ وانه كانش يعرف انه عنده قدره علاجيه كده والمفروض تكون خاصه بالوحوش اصحاب المستوى العالي وبس. وجين بيحضر قوته ومش مهم وانه هيتعامل معاه بقوه اكبر وانه يتخلص منه في هجمه واحده بس. والوحش بيراقب جين اللي بيحضر قوه اكبر للهجوم عليه وبيحاول يتحرك ولكن بيتفاجئ بعدد كبير من صواعق البرق واللي بتحاصره من كل مكان. والوحش بيتعصب ويروح يهجم على الصواعق البرق دي بكل قوته وبيحاول يدمرها. ولكن الصواعق بتصيبه في جسمه وبتصعقه بطريقه كبيره. وجين بيراقبه وبيساله هو غبي وانه يقدرش يتعامل مع سحر البرق بقوته الجسديه وبس. وبينتقل مكانه بعدها وبيستعمل الهيئه الاولى لسيف الظلال وبيهجم على الوحش وبيقول له دي نهايه المعركه ما بينهم. والهجوم بيصيب الوحش في لحظتها وبيدمر بيه المكان. وجيني بيراقبه وانه خلاص انتهى ودي كانت معركه ممتعه جدا. ولكن جيني بيتصدم اما بيلاقي الوحش بيعالج نفسه تاني. وجيني ما كانش مصدق والمستحيل والمفروض هو يكون دمر جسمه فازاي هو بيجدده تاني. وبيراقبه ولو هو بعته لمكان وحش زي ده عشان يقتله ليه طالما هو مش بيموت اساسا. وبيتسال عن هويه الوحش ده وان حتى ملك وحوش البحر الاسود ما بيقدرش يتجدد كده ولان حتى كوانتيل اللي بتستعمل سحر الوقت عشان تعالج نفسها قدره التجديد بتاعتها محدوده فاللي هو بيتغلب على قدرات الوحوش الاقوى في عالمهم. وجيني بيلاقي مكان حواليه وانه فهم خلاص وانه مش بيتجدد بمزاجه ودي مش قدره ولكن لعنه. والوحش بيبدا انه يبكي وجيني بيراقبه وانه كان وحش تابع لمشعوذه هايرم وانها وضعت عليه لعنه الخلود بحيث هو ما يقدرش يموت وان ده كان عقاب قاسي جدا بالنسبه له. والوحش بيكون حزين وله فعلا. وجيني بيراقبه وانه كان عايش فتره طويله لوحده هنا وانه بشعر بالملل والحزن وانه مش عايز يكمل. وجيني بيساله هو ناوي يعمل ايه وان الغابه اتحرقت بالكامل وانه محتاج مكان يعيش فيه. والوحش بيكون حزين وبيعرفه انه ما عندوش مكان. وجيني بيتاسف له وانه كانش يعرف حالته دي وانه حضر هنا عشان ينفذ اختبار ابوه طلبه منه وانه ما قدرش يعصي اوامر قائد العيله. والوحش بيروح له ويدنه يكلمه. وجيني بيستغرب وبيساله محتاج حاجه منه. والوحش بيدنه يكلمه عشان يحل مشكلته. وجيني بيتاسف له وانه مش قادر يفهمه وانه مش بيقدر يتكلم لغه القطط. والوحش بيتحرك وهو الطمين يلحق بيه. وجيني بيكون مستغرب وبيساله لو عايز يشوف له حاجه وانه موافق.
وفعلا جيني بيلحق بيه لمكان ضريح موجود في الغابه. هو بيراقب المكان ويكون مستغرب وبيساله لو ده البيت بتاعه، وبيقول له لا. وجيني بيراقب جرعه كحول سحري موجوده على الضريح قدامه ويكون مستغرب وبيساله دي الهديه اللي ابوه كان مجهزها له وانه كانش يعرف عنها اي حاجه. وجيني بياخد الجرعه والوحش بيراقبه وبيساله عنها. وجيني بيقول له ده كحول بيشتغل في الجسم وبيحرك السحر والذكريات بداخله، وفعلا بيشربه وبيساله ابوه عايز يعرفوا حاجه معينه. وجيني بيبدا يشوف ذكريات اللي ابوه وضعها في الجرعه، وبيشوف ان ابوه قام بترويض الوحش اخته لونا، وان الوحش في انتظار لونا عشان هو يكون حيوانها الاليف اللي يكون في خدمتها داخل عيله الروكوندايل. وجيني بيكون متفاجئ وانه فهم وان الوحش هو نفسه الجايزه، وانه كان في انتظار لونا عشان يبقى الوحش الخاص بيها. وجيني بيضحك والوحش كان في انتظار لونا فتره كبيره، ولكن ابوه ما عرفش لونا عن مكانه لانها انسحبت من مركزها كقائده العيله. والوحش بيسال جين هو بيعمل ايه، وجيني بيطلب منه يجرب المشروب ده وانه يعرف كل حاجه لوحده. وفعلا الوحش بيشرب منه، واول لما هو بيعمل كده بيستلم اوامر من شيرون، وهو بيطلب منه يقوم باتباع ابن عيله روكوندايل اللي يعثر عليه ويكون وحشه الاليف. والوحش يوافق على كلام شيرون وبيقرر يروح مع جين، ويروح بعدها المراكان اللي بيكون في انتظار جين خارج الحديقه. وهو بيكون مستغرب وبيتسال جين يخرج امتى وانه تعب من النوم. وفعلا جين بيخرج قدامه ومراكان بيراقبه ويكون متفاجئ وانه خرج اخيرا، وبيراقب الوحش وانه توقعش الوحش يخرج بيه هيكون وحش الشيوري، وان الوحش ده نادر جدا. وجيني بيتفاجئ وبيساله ويعرفه وانه كانش يعرف عن وحوش اسمها الشيوري اساسا. ومراكان بيقول له ان ده كان الوحش الاليف الخاص بمشعوذه هايرم، وانهم عباره عن جنس كامل ولكن معظمهم انقرضوا. والوحش بيهجم على مراكان بسرعه ويضل يحضنه ويلعب معاه. ومراكان بيقول لجين ان ده مش عباره عن وحش ولكن كان اسطوري، وان ملك الشياطين اورجل منحه لهايرم لانها كانت بتكره ركوب الحصنه، وانه واضح ان هو كان وحيد هنا. وجين بيكون مستغرب وبيساله طيب هو بيتعامل معاه بلطافه وحريه كده ليه كانه هو عارفه. ومراكان بيشتم الوحش ويطلب منه يسيبه عشان يتكلم، ويقول لجين ان دي مش لطافه ولكن احترام وان الوحش يتقبله كسيده. وجين بيكون مستغرب وانه كانش يعرف ان الوحش ده بيبحث عن سيد اساسا، وبيتسائل هو يقوم بترويضه ازاي. والوحش اللي بيسمع كده بيجري بسرعه على الجن وبيخرج له جوهره حمراء كانت في معدته وبيطلب منه يستعملها. وجيني بيراقبها ويكون مستغرب وان دي جوهره سحريه وبيساله عايز يعمل بيها ايه. ومراكان بيطلب منه يدخل المنى في الجوهره السحريه دي وهو يعمل عقد مع الوحش ويكون سيده. وجيني فعلا بيعمل كده، والوحش قوته بتتفعل ويدخل بسرعه لداخل الجوهره دي. وجيني بيكون متفاجئ كل اللي حصل. ومراكان بيقول له ان العقد بينهم تم تفعيله خلاص وانه اصبح سيد الشيوري، وبيطلب منه يدخل المنى تاني في الحجر عشان يستدعيه. وجيني فعلا بيعمل كده، وحش الشيوري بيخرج من الحجر وبيتم استدعائه. وجيني بيراقب الوحش ويكون متفاجئ وبيتسلل هو لوحده اللي بيشعر بكده ولا الوحش ده حجمه بقى اصغر من قبل ما يدخل الجوهره. ومراكان بيقول له ان وحش الشيوري حجمه بيتغير بناء على العقد بتاعه مع صاحبه، وانه كان من غير عقد اساسا عشان كده كان في حجمه الطبيعي، ولكن اول ما هو عمل عقد معاه حجمه صغر بناء على المنى بتاعته. والوحش بيروح يلعب مع جيني في لحظتها، وجيني بيضحك ويقول له في الواقع هو بقى الطف بكتير، ويقول له ما يقلقش وانه خلاص قرر وانه ياخده معاه القصر بتاعه وانه يكون الحيوان الاليف الخاص بيه من اول النهارده، وانه اسمه من دلوقتي هيكون شيرو روكوندايل وانه يعتمد عليه. وشيرو بيكون سعيد وبيشكره. وبيعدي بعدها شويه وقت من لحظتها ويروح للجزيره رقم 32 في اقليم روكوندايل، وبنشوف كميه برق كبيره منتشره حوالين الجزيره. وبنشوف جوليان اللي بيكون متعلق في عمود ضخم على الجزيره وبيكون مخرج كل الصواعق والبرق ده، وشه بيراقبه وانه قربوا ينتهوا خلاص. وصاعقه برق كبيره بتضرب جوليان وبتصيبه في جسمه وهو بيدن يعاني، وبيطلب من جوشوا يتوقف. وجوشوا بيضحك ويقول له انه ما يقدرش يتوقف دلوقتي وان هو لازم يبقى اقوى يا اما هو هيموت حالا، وان ده الخيار الوحيد بالنسبه له. وجيني بيرجع بعدها القصر بتاعه ويكون موجودين بيتجمعوا بسرعه حواليه وبيسالوه هو حضر من الجزيره الغريبه اللي هو كان فيها. هو بيقول لهم ان هو حضر مفاجاه ليهم وبيستعمل الجوهره اللي معاه وبيستدعي وحش الشيوري. وجيلي بيكون متفاجئه وبتقول الوحش ده، وانيا بتقول ان اول مره اشوف قط ضخم كده. وكوانتيل بتكون مستغربه وبتقول ان ده وحش الشيوري الاليف الخاص بمشعوذه هايرم وانها ما كانتش تعرف انه لسه موجود وانه وحش قوي جدا. وجيلي وانيا بيسالوها وده يهم في ايه، وبعدين ده المفروض ما يكونش وحش اساسا وانه لطيف جدا. وجيني بيقول لهم انه في الاول كان بيظن انه وحش برضه، ولكن موراكان قال له ان ده مخلوق اسطوري. وكوانتيل بتقول له ان عمر الوحش ده حوالي 2000 سنه وانه كان مرتبط بملك الشياطين وجيشه، وانها فاكره ان موراكان كان عنده وحش شيوري زيه كحيوان اليف. وجيني بيقول لموراكان انه فهم دلوقتي هو كان عارف معلومات كتير عنه ازاي، وبيساله مش عارفه ليه صحيح انه كان عنده وحش اليف. وموراكان بيقول له لان الوحش بتاعه عاش 1000 سنه ومات في سنه الطبيعي وان مفيش اي حاجه يتكلموا عنها. وكوانتيل بتضحك وتقول له ان موراكان كان مرتبط جدا بالشيوري بتاعه وان في الواقع صورته القطه اللي بتشكل فيها شبه وحشه الاليف اللي مات، وان عشان كده هو ما بيحبش يتكلم عنه.
ومراكان بيدان انه يبكي، وبط منها طرف تذكير فيه باللي حصل، وكوانتيل بتضحك وتقول له انه طول عمره كان ضعيف في مساله المشاعر دي، وبتساله صحيح المفروض وحوش الشيوري اللي ملك الشياطين استدعاهم للعالم ده تكون كلها ماتت، فازاي ده لسه عايش؟ وجيني بيقول لها لانه موضوع عليه لعنه الخلود من مشعوذه هايرم، وان عشان كده هو لسه ما ماتش. وكوانتيل بتتفاجئ وتساله هايرم هتستعمل لعنه قويه وتكلفتها عاليه لوضعها على وحشاء الاليف ليه، وانها بتعتقد انها كانت مضطره تعمل واحده من كوارث العالم عشان تدفع تكلفه اللعنه دي. وجيني بيكون متفاجئ وبيسالها تصدق بكلامها ده وانه مش فاهم، وكوانتيل بيكون متعصبه وتقول له ان لعنه الخلود لها ثمن لتفعيلها، والثمن ده هو حياه مليون بشر على الاقل، وان الحقيره دي عملت كارثه مات فيها العدد ده كله. ومراكان بيقول لهم وان حقيقه ان اللعنه لسه فعاله على شيوري، فاكيد صاحبتها هايرم لسه عايشه برضه وبتمد اللعنه بقوتها، وانه مش عارف هي ليه اتخلت عن الحيوان الاليف بتاعها، والمفروض هو دايما يكون موجود معاها. وبقول لهم ان اغرب من كده انها كسرت العقد بينه وبينها، وانها حافظت على اللعنه على جسمه ولكن كسرت العقد. وحش الشيوري بيحزن ويسمع كده، وجيني بيشتم مراكان بيطلب منه يحافظ على كلامه قدامه وبيتاسف له وانه ما كانش يقصد. وجيني بيروح له وبيطلب منه ما يحزنش، وانه بيعتقد ان ابوه عثر عليه وعرف عن وحدته عشان كده كان عايز يسلمه لاخته لونا. ومراكان بيضحك ويقول له فعلا، وان في النهايه هو اللي عثر عليه وعمل عقد معاه، وان الشيوري اعترف بيه هو مش لونا زي ما ابوه عمل معاه. وجيني بيقول له لا، وان مكانه لونا عند ابوهم كبيره جدا، وان الوحش كان محجوز عشانها هي، ولكن في النهايه هي بعد ما اتخلت عن المركز هو اضطر يتخلى عنها مؤقتا. وبيقول ان معنى كده ان ابوه يقدر يعمل كده معاه في اي لحظه، وانه مش مهتم باي حاجه تانية غير القوه. وبيفتكر حياته السابقه ساعه ما هو طرده من العيله وقال له ان هو تم تجريده من لقب عيلته روكوندايل، وقال له انه معترف بالمجهود الكبير بتاعه ولكن موته دي مش كافيه، وانه بيتمنى انه ما يموتش. وجيلي بيتكلم جن وقلنا في الواقع مش عايز يخطى حدودها، وان ابوه ما تخلاش على لونا، وانه مش بيكرهها، وان في الواقع هو بيحب طبيعته اللطيفه جدا. وجيني بيكون متفاجئ من كلامها ده وبيسالها تقصد ايه، وهي بتقول له ان طبيعه لونا اللطيفه دي كانت هتسيطر على الوحش اول لما هي تعثر عليه، وانه نفسه ما يختلفش عن لونا وانهم زي بعض. وبتقول ان ابوه كان عارف ان بطريرك الجديد للعيله هيكون شخص قادر يروض الوحش ده مش يقتله عشان يسيطر عليه. وبتقول ان عشان كده ابوه سلمه الخريطه، وانه كان عارف انه يروضه لانه مستحيل يقتله، وانه كسب اعتراف الوحش زي ما كسب اعتراف ابوه. وجيني بيقولها فعلا، وانه بيعتقد انها محقه، وانه اقتنع بكلامها. وبيعدي بعدها شويه وقت من لحظتها، وجيني بيقعد يتكلم مع كشمير، وكشمير بيقول له انهم قدروا يكتشفوا الموقع الغريب اللي هو طلب فحصه. وجيني بيساله لو هو عثر لاي حاجه مفيده، وبيقول له ان في الفتره الاخيره دي كان في متعاقب بيدخل وبيخرج من الاقليم الخاص بيهم بالاخص في الجزر المحيطه بالاقليم، وانهم عثروا على مكان المتعاقد ده من خلال البوصله السحريه. وجيني بيساله فين، وبيقول له في الجزيره رقم 32 التابعه ليهم، وان الجزيره دي مملوكه لواحد من فرسان عيلته روكوندايل. وجيني بيكون مستغرب ويقول طيب هم بيعملوا ايه هناك، وليه هم بيحاولوا يخفوا متعاقد الجزيره؟ وكشمير بيقول له ان ملك الجزيره الحقيقيه هو جيش واخوه، وان الفارس ده مجرد وجه بالنسبه له، وان اخوه بيخطط لحاجه. وجيني بيقول له ان طالما اخوه خفي متعاقب بعيدا عن عيلته في قلب الجزيره فاكيد هو بيخطط لحاجه خطيره، وانه بيعتقد ان ده وقت التحرك بتاعه عشان هو يتعامل معاه ومع الخطط الخاصه بيه. وفعلا بعدها بيوم جيني بيتوجه للجزيره، ومراكان بيساله عن اللي بيحصل هنا وليه البحر هايج كده. وكشمير بيقول له دي طبيعه البحر هنا، وانه في حاله هيجان دايما. وبيقول لهم ان في الواقع معظم السفن بتتجنب البحر ده لانه مليء بالعواصف والصواعق، وان اختيار الجزيره دي كان سيء جدا من جوشوا. وجيني بيقول له لا، وان الوقت ده بيخطط لحاجه معينه، وانه عنده سبب لاختيار الجزيره دي. وكشمير بيدنه يستهزأ بمراكان وبيساله صحيح التنانين بيكون عندهم دوار البحر زيهم، ومراكان بيقول له يخرس وده التاثير الجانبي لرجوع قوته وانه مش ضعيف. وبيسال جين هو ناوي يعمل ايه مع المتعاقد اللي موجود مع جوشوا، وجين بيقول له ان ده بيعتمد على رده فعله وتعاونه معاهم. وكشمير بيطلب منهم يركزوا وانهم خلاص وصلوا للجزيره، ومراكان بيطلب من جين يخرج شيوري وانه يقدر يوصله هناك بسهوله، وان الهروب من الجزيره بالسفينه دي هيكون صعب جدا. وجيني بيستغرب وبيساله الشيوري بيعرف يعوم، ومراكان بيضحك ويقول ان الشيوري بيقدر يعمل حاجات كتيره وانه مش مجرد قط كبير طبيعي وخلاص. وجيني فعلا بيسرع الشيوري في السفينه وبيساله لو اقدر اوصله للجزيره، وبيقول له اكيد. ومراكان بيمسكه وبيطلب من جين ما يحاولش يأذي شيوري وانه كان لطيف جدا. وجيني بيقول له فعلا، وبيطلب انه يتحركوا. وفعلا جيني بينطلق مع شيوري في البحر عشان يوصلوا الجزيره، وشيوري بيكون قادر يسبح بكل سهوله من خلال الطيارات الكتيره الموجوده في البحر عندهم. وجيني بيكون متفاجئ وانه سريع جدا حتى في البحر. ومراكان بيقول له اكيد، وانه قال ان شيوري مش مجرد قطه كبيره وانه قوي جدا. والاتنين فعلا بيوصلوا الجزيره، وكشمير بيكون في انتظاره في السفينه لحد ما يرجعوا. ومراكان بيسال جين لو المتعاقد موجود في الجزيره هنا، هو بيقول له فعلا، وبيستعمل الكريستاله السحريه اللي معاه وبيسحب شيوري وبيقول له انه مش عايزه يتدخل في قتال بدل ما يتاذى.
ومراكان بيراقب السيف الخاص بجين ويكون مستغرب وانه السيف بيتحرك بطريقه غريبه جدا معاه، وجين بيقول له فعلا وانه بيهتز بطريقه كبيره وبيخرجه ويكون متفاجئ قام بيلاقي رموز غريبه ظهرت حواليه وبيكون بتتفاعل بطريقه غريبه. وجين بيقول انه اول مره يشوف السيف بتاعه بيتصرف بالطريقه دي وانه بيخرج منه هاله وطاقه قويه جدا. ومراكان بيراقبه وبيكونش فاهم وبيساله دي لغه قديمه وانها عامله زي لغه الفايتل ولكن مختلفه، ويطلب من جين يحرك السيف وانه بيعتقد ان السيف بتاعه والكتابه الموجوده عليه بتتفاعل مع حاجه موجوده هنا. وجيني بيراقب الصواعق كتيره اللي بتنزل على الجبل الموجود قدامهم، ويقول لموراكان ان السيف بيحاول يدلهم على حاجه كارثيه بتحصل في الجزيره وان هم لازم يتحركوا لهناك حالا. وفعلا جيني بيتحرك مع موراكان خلال الجزيره عشان يعثروا على الطاقه الغريبه اللي كانت بتصدر من المكان. واول ما بيوصلوا جيني بيكون متفاجئ وللمكان ده وانه اول مره يشوفه، وموراكان ما بيكونش مصدق والمستحيل ودي مقبره حكام. وجيني بيتفاجئ وبيساله مقبره حكام ازاي، وموراكان بيقول له هي دي مقبره حاكم برق جرهام. وجيني بيكون متفاجئ من كلام موراكان ده وبيفتكر كلامه مع فان ساعة ما هو سألها عن سبب تسمية سيف سيجموند اللي هي منحته له بسيف البرق، هل معنى كده انها استلمته من حاكم برق جرهام؟ وهي بتقول له ان هو اتسمى بكده لان هو اللي قتل جرهام وختم قوته بداخله وانه بيحتوي على جزء من قوته القديمه. وجيني بيراقب مكان قدامه وانه ما تخيلش ان مقبره الحاكم اللي قبيله الميونج قتلته. ومراكان بيقول له انه كان يعرف ان جرهام مات ولكن ما توقعش قبره هيكون هنا. وجيني بيقول ده مش السؤال الاهم دلوقتي، وان الاهم ان هم يعرفوا ليه جوشوا خايف متعاقد حاكم في المكان ده، بس الاتنين بيقدروا يشعروا في لحظتها بهجوم بيوصل لمكانهم. ومراكان بيسال جين لو مستعد، هو بيقول له اكيد، والاتنين بيهجموا على الهجمات السحريه اللي وصلت وبيتصدوا ليها وبيقدروا يدمروها. وجيني بيراقب الشخصين اللي هجموا عليهم، وان اول هجوم كان هجوم سحر الرياح والهجوم الثاني كان هجوم سحر السم، وانه تقريبا عارف مين اللي هجموا عليهم. وكوجين وبيروز بيظهروا قدامهم ويقولوا لجين انه متوقعوش رؤيته في المكان ده تاني. وجين بيقول انه كان متاكد وان هم الكلاب المسعوره الخاصه بتايمين وانهم اختفوا بعد الحادثه، وان واضح ان جوشوا ضمهم لصفه. ومراكان بيراقب الولد جوليان ده اللي ظهر في المكان واللي جين ده مش متعاقد مع حاكم البرق جرهام وانه متعاقد مع اخوه الاصغر حاكم الرياح فتيل. وبيروز طلبوا من جوليان يتعامل مع جين الاول ويقضي عليه وبعدها يتعامل مع التنين الحامل الخاص بيه، ولكن جوليان بيتجاهلها ويروح يهجم على الموراكان ويقول لها انه يتخلص منه الاول وانه الاضعف. وموراكان بيسمعه ويكون متعصب وان الكل بدأ يتخطى حدودهم معاه الفتره الاخيره دي لانه فقد قوته القديمه المرعبه وبيحرك قوته وقوته من جيني يتعامل مع الطاقم الغبي وانه هيقدم الولد ده وهيعلمه عن قوه التنين الاسطوريه زيه. وجوليان بيستعمل قوس البرق بتاعه وبيهجم على الموراكان باستعمال سهم برق قوي، ولكن هو بيكون قادر يتفادى هجمته بسهوله وبينتقل لمكانه وبيمسكه من راسه وبيساله ازاي جرى يهجم عليه بتساهل كده وانه يقضي على غروره ويرميه في الارض بكل قوته وبيدمر بيه المكان. وجوليان بتصاب بطريقه كبيره من هجوم موراكان عليه، وموراكان بيراقبه وانه بيفكره قوي ولكنه مجرد ولد ضعيف جدا وانه ضيع وقته. وجوليان بيحرك قوته ويكون متعصب وانه هيعاقبه ويروح بعدها لكوجان اللي بيروح يهجم على جين بكل سرعته وبيكون متعصب وانه الوغد اللي قتل امهم وانه مش هيسامحوه ابدا. وجين بيصدر هجمته وبيستغرب وبيتسالى وجوشوا كذب عليهم وقال لهم انه هو اللي قتلها، وبيسال كوجان وبيعتقد مين المستفيد الاكبر من موت تايمين وانه ما تم اخداعهم من جوشوا. وكوجان بيقول له يخرس وانه بيكذب، وجين بيقول له انه بيعرفوا الحقيقه وان هي تم اغتيالها عن طريق سفاحين تابعين لجوشوا وانهم كانوا متنكرين في هيئه الفرسان السود الخاصين بعيله الروكوندايل وبيهجم عليه وبيبعدوا عنه وبيقول له انه هو جين روكوندايل وان جوشوا كان بيستغلهم للتخلص منه. وكوجان بيكون مصدوم وبيساله هو جين روكوندايل ازاي، وجين بيقول له ان صراعه مع جوشوا صراع عائلي وان هو اللي دخلهم فيه لاستغلالهم. وبيروز تروح تهجم عليه وتقول له يخرس وانه مستحيل يصدقوا كلامه ده. وجين بيفادى هجمتها بسهوله ويقول لها ان المره الاخيره هم لازم يفوقوا وانهم اتعرضوا للخداع طول عمرهم وجوشوا بيخدعهم دلوقتي برضه. وبيروز بدنا تهجم عليه وتقول له يخرس وتطلب من كوجين ما يصدقش اي كلمه وبيقولها وانه بيحاول يخدعهم لانه مش عايز يموت. وجين بيضربها بكل قوته ويقول ان جوشوا امر تايمين بوضع لعنه عليه من صغره عشان يحرص ان المنافسه بينهم تقل، وبعد كده امر بالتخلص منها اما الحقيقه ظهرت وان المفروض هم ما يكونوش مغفلين وان جوشوا قال لهم كل حاجه عنه ما عدا هويته الحقيقيه. وبيروس بتتصاب من هجمه جين بتتراجع لبعيد وكوجين بيكون متعصب وبيسال جين لو هو الحقيقه ولا هو بيحاول يخدعهم، وجين بيقول لهم انه مش مهتم بيخدعهم وانه بيقول لهم الحقيقه وان هم المصرين على خداع نفسهم لانهم مش قدروا يحموا تايمين ودي غلطتهم. وبيسالهم ان هم خايفين ان هم يواجهوا الشخص الحقيقي اللي قتلها وهو جوشوا،
وبروس بتتعصب وبتحرك قوتها في المكان وبتقول له يخرس وانها تقضي عليه، وبتبدا تزود قوتها بطريقه كبيره وبتقول له انها تنتقم منهم. ولكن فجاه صاعقه كبيره بتنزل عليها وبتضربها بكل قوتها وبتصيبها، وجين بيكون مصدوم وبيقدر ينادي عليها ويسالها لو هي بخير. وجين بيراقبهم ويكون مستغرب كل اللي بيحصل، ودي صاعقه الولد جوليان، وانه فكرهم في نفس الجانب. ومراكان بيكلم جين ويقول له ان في مشكله صغيره بتواجههم. هو بيستغرب وبيساله بيتكلم عن ايه، وهو بيطلب منه يراقب جوليان وبيقول له انه بعد ما ضرب الولد ده شويه وهزمه هو استسلم وتم الاستحواذ عليه من التجسيد الخاص بفتيل حاكم الرياح. وجين ما يكونش فاهم وبيساله تجسيد ازاي، ومراكان بيقول له ان واضح انه لسه ما يعرفش عن الموضوع ده، وبيساله فاكر الحاكمه اللي ظهرت لمساعدتهم في قتالهم ضد عيله الزفل، وانها اتجسدت في جسم المتعاقب بتاعها، وان فتيل بيعمل نفس الموضوع، وانه سيطر على جسم جوليان وبيمده بقوته الخاصه. وجيني بيكون متفاجئ وانه كانش يعرف ان الحكام يقدروا يعملوا كده، وانه فكرها حاله خاصه. وبتظهر صاعقه كبيره في المكان في لحظتها وبتضرب جوليان، وشخص بيكلم فتيل وبيقول له بيعمل ايه وليه موجود في قبره، وبيساله الدرجه دي عايز يموت زي الماضي. وجيني بيكون مصدوم كل اللي بيحصل، وده صوت جرهام ولا وان الصوت ده صدر من السيف الخاص بيه، وان قوه جرهام المبقيه في السيف بتتفاعل مع فتيل، وان ده خطير جدا بالنسبه لهم. وجيني بيتكلم كوجين وبيروس وبيقول لهم يختاروا حالا، هل هم عايزين ينجوا ولا يموتوا هنا، وبيقول لهم ان هم اللي عايزين ينتموا من جوشوا. هو بيقترح عليهم ان هم يهربوا من هنا وينجوا عشان ينتموا في يوم تاني. وكوجين بيقتنع بكلام جين وبيهرب المكان بسرعه مع الفيروس المصابه، وسيف سجن الخاص بجين بيبدا يضخ كميه كبيره من البرق في المكان. ومراكان بيراقب جين ويكون مستغرب وبيساله بيعمل ايه ولا هو خرج عن السيطره. وجين بيقول له ان دي قوه جرهام المختومه في سيف سيجمنت، وانه عايز يقتل فتيل وانه مش عارف يوقفه ازاي. ومراكان بيقول له انهم لازم يمنعوا فتيل من التجسيد الكامل في جسم جوليان، وانه عايزه يشغله شويه لحد ما يحضر سحر الظلال بتاعه. وجيني بيجهز المعركه وله طيب وانه هيوقفه، وانه لازم يعمل كده قبل ما قوه الجرهام تخرج عن السيطره اساسا. ومراكان بيحرك قوته هو كمان وبيسال جين لو مستعد وانه هيبدا، وان فتيل بدا في عمليه التكسير الكامله. وفتيل بيسيطر على جوليان بشكل كامل في لحظتها وبيقدر يحرر الهيئه الحقيقيه بتاعته. وفتيل بيراقب جين وانه بيشعر بطاقه حقيره صادره منه، وبيساله طاقه اخوه جرهام بتعمل ايه معاه وانه لازم يقضي عليه زيه. وجين بيراقبه ويكون مرعوب كل اللي بيحصل، وانه قوته ضخمه، وانه كانش يعرف ان قوه الحكام مرعبه كده، بس هو قوته لسه مش كامله، وانه مقارنه بقوه نصف حاكم زي ابوه وقوه حاكم زي فان فهو لسه ضعيف، وانه ما يقدرش يسمح له يوصل لكامل قوته. وفتيل بيراقب جين وهو بيتحرك عشان يهاجمه وبيتعصب وبيسال جين لو بيجرؤ انه يتحرك قدامه كده وانه يعاقبه، وبيستعمل سحر البرق والرياح وبيهجم عليه. وجيني بيفادى هجمته وبيكمل في طريقه، وفتيل بيستعمل قوه اكبر وبيحضر سحر برق بيغلب بيه المكان بالكامل، وبيقول له انه مش هيقدر يهرب منه، وبيستعمل صواعق البرق دي وبيهجم على جيني بكل قوته وبيطلب منه يموت حالا. وجيني بيقدر يتفادى كل هجماته بسرعه قبل ما تصيبه، وان هو محتاج يتعامل معاه بسرعه. وبيراقب البرق المنتشر في المكان ولا يوصل مكانه ازاي اساسا مع الكميه الكبيره دي من البرق، ولكن بيفاجئ بفتيل بيهجم عليه باستعمال واحده من صواعق البرق بتاعته وبيحاول يصيبه. وجيني بيستعمل سحر الدروع بتاعه وبيتصدى لهجوم فتيل، ولكن الصاعقه دي بتخترق الدرع وبيحصل انفجار كبير في المكان. وفتيل بيراقبه ويقدر انه يضحك وانه مش عارف هو اتحصل على السيف ده منين، ولكن المفروض هو ما اتصرفش بغرور لانه اصبح واحد من قبيله الميونج وانه مجرد حشره بالنسبه لهم. ولكن جيني بيظهر من داخل الانفجار ده وبيكون محرك قوته وما اتصابش من هجومه، وانه بيتكلم كتير بالنسبه لحاكم ضعيف. وفتيل بيراقبه ويكون مصدوم والمستحيل وانه يصدر هجمته، وان الاسوأ من كده انه بيمتلك قلب الميونج فعلا وده مش ممكن. وجيني بيقول له انه فرد من قبيله الميونج وانه استلم السيف وقوته من الشخص اللي قتل اخوه جرهام، وبيساله هو عارفها، وانه بيتكلم عن حاكمه السيف فان وبيقول له ان السيف ده حصد روح اخوه جرهام ودلوقتي الدور عليه. وفتيل بيراقبه ويكون مصدوم ويقول بس ده مستحيل وان فان مش بتعترف باي بشري زيه. وجيني بيستعمل قوته وبينتقل بسرعه قدام فتيل وبيقول له ان طالما هو عارف قوه فان فاكيد هو عارف القوه اللي هو هيستعملها برضه، والمفروض يوقف حركه ويموت بهدوء. وبيهجم عليه باستعمال هاله البرق ويقول انه ينهي المعركه بالقدره دي. وفتيل بيكون مصدوم وبيحاول يتصدى الهجمه، ولكن الهجمه بتصيبه وبتدمر المكان بيه. وكوجين بيكون خارج مع فيروس من المكان بيراقب اللي حصل وما بيكونش مصدق والمستحيل، وان جين قوي جدا وانه مش متخيل ان ده الشخص اللي حاربه في ديلكي وانه عباره عن وحش. وبيفتكر كلام جين اللي قاله ان جوشوا كوندايل هو اخوه الاكبر وانه كلف تيمين بوضع لعنه عليه من صغره، وبعدها اختلها اما كشف حقيقته
وجين بيتسأل لو كلام جين ده كان صحيح هو يعمل ايه دلوقتي. وبنرجع لجين اللي بيكون لسه بيهجم على فتيل باستعمال هالة البرق، وهو بيكون متفاجئ ان قوته بتخرج عن السيطره، وبيقول ان اكيد جرهام بيحاول يتحكم في قوته عشان يخلص من فتيل بنفسه، وانه لازم ينهي المعركه دي بسرعه. وفتيل بيبتدي انه يتألم من هجوم جن عليه، بيتعصب وبيساله ازاي بشر حقير زيه يعمل كده معاه، وانه مش هيسامحه ابدا، وانه اكيد اتغرب نفسه لان واحد من هجماته عليه نجحت. وبيحرك قوته بالكامل في مكان، وبيستدعي قوس البرق بتاعه وبيقول له انه هيقضي عليه وانه مش هيسمح له ينجب اللي هو عمله. ولكن قبل ما يهجم على جن بيتفاجئ بنار كبيره حوطت المكان حواليه، وهو بيراقب تيس اللي جن استدعاها ويكون مصدوم، وبيسالها بتعمل ايه هنا، وهي بتراقبه وبتقول انها سمعته بيهدد المتعاقب بتاعها، وان واضح ان هو غرور وتفوق على قوته من فتره كبيره، وبتهجم عليه بالنار الخاصه بيها وتطلب منه يختفي، وانه حاكم مزعج، والنار دي بتصيب فتيل وبتدنا تحرقه. وهو بيتألم وبيسألها بتتدخل في معركه مالهاش علاقه بيها ليه، وهي بتقول له يخرس ويختفي من العالم ده، والمفروض هو ما يظهرش في عالم بشر نهائيا. وجن بيستعمل هالة السيف وبيهجم على فتيل وبيصيبه في جسمه بكل قوته، وبيطلب منه يخرج من جسم الولد جوليان وما يظهرش تاني. وفتيل بيتصاب بطريقه كبيره ويبدا يفقد السيطره على جسم جوليان وبيخسر تجسيده. وجن بيراقب فتيل وان تيس ملكه العنقاء قويه جدا، والنار بتاعتها قادره تدمر حاكم بسهوله، وان حاكم ضعيف زي فتيل ما عندوش خيار تاني قدامها غير ان هو يترعب ويهرب. وبراقب مكان حواليه وان فتيل هيضطر ينسحب دلوقتي من التجسيد لانه دلوقتي هو في خطر، لان جوليان اتصاب بطريقه كبيره. بس جن بيتصدم قبل ان فتيل لسه ما انسحبش من المكان، وفتيل بيقدر انه يضحك ويقول للجن انه بيعترف ان هو قوي وانه ما توقعش كده منه، وظهر قدامه ويقول له بس هو كان غلطان وانه ما قدرش يتخلص منه بسهوله كده، وانه حاكم في النهايه وانه مش هيسمح له يهينه بالطريقه دي. ويبدا يعالج جسمه بالكامل، وان مهما كانت قوه هجماته فهو يعالج نفسه بسهوله، وده شعور الفنانين اللي زيه مش هيقدروا يتعاملوا معاه. وجن بيراقبه ويتعصب ويتسلع عن اللي بيحصل، وانه توقعش انه يقابل شخص بنفس قدره العلاج الخاصه بشيوري. وفتيل بيستعمل قوته وبيستعد للهجوم عليه، ويساله وحزين انه ما قدرش يهزمه، وانه اكيد محبط لانه واجه حاكم قوي زيه وانه هيسحقه. وبيكون رمح برق ضخم وبيسال جن لو هو عنده اي كلمات اخيره قبل ما يدمروا مع المكان ده، ولكن فتيل بيتفاجئ بمراكان وهو بيكلمه وبيساله لو مش هيوقف كلام الخلود وقدره التجديد الغبيه بتاعته دي، وبيحوط المكان بسحر الظلال. وبيساله مش بيشعر بالاحراج انه بيتكلم عن قوتهم وقدام قبر اخوه جرهام اللي مات على ايد اشخاص اقل من الحكام. ومراكان بيتحول هيئته الكامله ولفتيل وقت انهاء المعركه ما بينهم وانه يتخلص منه. وجن بيراقب اللي بيحصل ويكون مصدوم، وان مراكان حرر قوه الظلال بتاعته الكامله. وبيفتكر مراكان ساعة ما هو كان بيعلمه تحرير طاقة الظلال في صغره، وهو استعمل قوته وسحب كل الظلال الموجودة في القصر عندهم، وقالوا ان المتعاقد والتنين الحامي ما بيستعملوش طاقة الظلال وبس، ولكن كمان ليهم السيطرة الكاملة على الظلال في العالم بتاعهم. وجين كان متفاجئ من اللي هو عمله وسأله عن القدرة دي، ومراكان بيقول له انه متعاقد مع سلطرية حاكم الظلال، وان معنى كده انهم قوته تزيد هو يقدر يستعمل كل الظلال لخدمته، وان كمان يبقى اقوى منه لانه مجرد حامي مش متعاقد، وبطلب منه يفهمها ويتعلمها، وانه يحتاج القدره دي في المستقبل بالاخص ضد المتعاقدين الباقيين، وان القوه هي كل حاجه في عالمهم ولازم يفهم كده من صغره. وبنرجع الحاضر وبنشوف جن بيراقب مراكان وهو محاصر فتيل، وان هو مش متخيل ان دي قوه مراكان في نص حالته الطبيعيه بس، وبيسال عن مقدار قوته القديمه طالما هو بالرعب ده. ومراكان بيقدر انه يضحك وبيسال فتيل لو مستعد وانه يتخلص منه حالا، وفتيل بيتعصب وبيساله ازاي يقدر يتكلم معاه كده، وانه مجرد تنين حامي وانه مش هيرحمه. وبيحاول يستعمل سحر البرق عشان يهجم على مراكان، وبيقول له انه هيرجعه لسولدرايت متدمر، بس بيتفاجئ ان بيلاقي مفيش اي برق او سحر بيخرج منه، وهو كنتش فاهم. وبيراقب مراكان وبيساله عمل ايه وليه هو سحره ما بيخرجش، وانه ضعيف جدا مقارنه بسحره الطبيعي. ومراكان بيتحرك لمكانه وبيساله متضايق عشان هو حاكم ومش قادر حتى يصيب الحامل الخاص بحاكم تاني، وانه هو لازم يكون محرج، وانه مش قادر يستعمل قوته ضده بعد كل الكلام اللي قاله. وده انه يضحك وانه سمع كلامه مع جن من شويه، وانه قال له انه مستحيل يموت حتى لو دمر جسمه لقطع صغيره، وانه واضح انه ما جاش قوه الظلال قبل كده، وانه هيعلمه اللي هيحصل اما يواجه قوه الدمار الاكبر في عالمهم. وفتيل بيكون مرعوب وبيطلب منه يبعد عنه، وانه مجرد تنين حامي وانه ما يقدرش يعامل حاكم كده. ولكن مراكان بيستعمل مخالب الظلال بتاعته وبيهجم على فتيل ويقول له يخرس، وانه حاكم مزعج
وانه بيتكلم كتير بالنسبه لقوته، وبيقدر يدمر جسمه لقطع صغيره في لحظتها في هجومه، وبيطلب منه يتجدد اللي هو يقدر. وفتيل بيحاول يجدد نفسه ولكن ما يكونش قادر، وهو بيقول مستحيل، وانه جسمه مش قادر يسيطر على نفسه، وبيستعمل كل قوته وبيبدا يجمع جسمه عشان يعالجه. ولكن موراكان بيدان انه يهجم عليه كل ما قطع جسمه تقرب من بعضها، وبيضحك وبيساله لو ده مؤلم بالنسبه له. وفتيل بيدان يتالم وبيطلب منه يقف حالا، ولكن موراكان ما بيهتمش بيه وبيكمل هجوم على كل جسمه، وبيضل يصيبه بطريقه كبيره. وفتيل بيستعمل كل قوته وبيعالج نفسه بصعوبه، ولكن ما يكونش قادر يعالج جسمه بالكامل. وموراكان بيضحك وانه شبه الحشرات مش بيموت بسهوله، وانه اكيد مش فاهم اللي بيحصل له دلوقتي. وفتيل بيدان يتحرك من مكان، وموراكان بيراقبه وبيدان يضحك وبيساله مش عارف نوع الهجمه اللي هو استعملها ضده. وفتيل بيقول له يخرس وانه ما يقدرش يتعامل مع حاكم زيه كده، وبيقول له انه لو مش واقف هجوم عليه حالا هو هيطرده لباقي حياته. وموراكان بيضحك وبيساله فين الكبرياء والقوه اللي هو كان بيتكلم بيها، وبيساله مفكر ان استغلال الفرص هتحول حاكم حقير زيه لحاكم مشابه بالحكام القديمه، وانه بيحرج نفسه وبيهجم على فتيل ويقول له ان هو القتال ضده ممل وانه ضعيف جدا. وفتيل بيطلب منه يتوقف، ولكن موراكان بيهجم عليه ويدمر جسمه بالكامل. وجيني بيراقب جسم فتيل اللي اتدمر وبيهني موراكان وبيقول له انه قوي جدا، وبيساله صح قتله. وموراكان بيقول له لا، وانه ما كانش متجسد بالكامل عشان يقتله، وانه في التجسيد بتاعه ودمر معظم قوته اللي ظهر بيها. وله صحيح بسبب هجومه عليه، هو جسمه الرئيسي اكيد بيعاني دلوقتي من كميه ضخمه بالالم، وانه هاجم على مصدر الطاقه بتاعه بطريقه مباشره. وبلاقي تجسيد فتيل اللي بيخرج من جسم جوليان واللي جن ان هو دلوقتي مش هيقدر يتجسد فتره كبيره. ده غير ان جوليان هيعاني في استعمال قوته الفتره لان فتيل ضعف، وسحر الظلال الخاص بموراكان بيختفي من الجزيره، والمعركه بتاعتهم ضد فتيل بتنتهي بالفوز عليه. وموراكان بيتحول لهيئته البشريه، واللي جن انه بقى فتره كبيره ما استعملش مقدار ده من القوه، وانه كان ضاغط على نفسه بطريقه كبيره. وقول له صحيح الولد جوليان ده كل قوته خلصت، وانه بيعتقد انه مش هيقدر يفوق تاني لمده اسبوع كامل. وجين بيروح يفحصه وانه لسه عايش، وانه اتوقع انه يموت بعد المعركه دي ضده. وبيسال موراكان اللي هم يتواصلوا مع كاجين وبيروس صحيح، ولكن موراكان بيفقد وعيه وبيقع في الارض في لحظتها. وجين بيراقبه ويكون مصدوم وبيساله هو بخير، وموراكان بيقول له بخير وانه استعمل قوه اكبر من لازمه وبس. وجيني بيروح له وبيساعده، وانه واضح ان هو جسمه عانى بطريقه كبيره بسبب استعمال طاقته القديمه. وموراكان بيقول له يخرس وانه قوي اساسا، وبيطلب منه يسيبه وانه يرتاح هنا شويه وبعدها ما يقدروا يرجعوا. وجيني بيستدعي شيوري وبيطلب منه يساعده وانه مش قادر يتحرك، وموراكان بيشتمه وبيساله هو غبي وانه جسمه بيتألم بطريقه كبيره. وجيني بيسيبه وبيخرج وانه يبحث عن كوجين وبيروس ويرجعوا له تاني. وموراكان بيقول له ينتظر وياخد شيوري معاه وانه مزعج جدا. وجيني بينتقل فعلا لاخر الجزيره وبيراقب مكان حواليه، وانه واضح ان كوجين وبيروس خرجوا من الجزيره اثناء المعركه. وبيراقب السفينه الموجوده قدامه وان السفينه دي مش تبعهم، وبيسأله في شخص تاني موجود على الجزيره، ولكن بيقدر يشعر في لحظتها بشيوري وهو بيستدعيه، وبيعرف ان في حاجه غلط. وبنشوف شيوري اللي بيكون بيواجه جوشوا اللي ظهر قدامهم من الجزيره، وبيقدر انه يضحك وانه متوقعش ان اخوه الاصغر واتباعه هيظهروا هنا ويهزموا جوليان وفتيل. ويطلب من شيوري يستدعي جن وانه بيكره القضاء على الاتباع الضعيفين زيه. وجن بينتقل مكان قدامه في لحظتها، وبيطلب من شيوري يتراجع ويكلم جوشوا وبيساله بيعمل ايه هنا. وجوشوا بيقول له ده سؤاله، وبيساله بيعمل في جزيرته وليه بيتدخل في شؤونه مع انه لسه حامل علم احتياطي. وجن بيراقبه وبيساله حضر هنا لوحده. وجوشوا بيسال جن عن اخباره واللي بقاله فتره كبيره ما اتقابلوش. وجن بيطلب منه يقف تمثيله الغبي ده وانه مش بيقنع اي شخص بيه. وجوشوا بيساله يقصد ايه، وهو بيقول له انه نفس الافعال الحقيره اللي هو كان بيعملها فيه من صغره. وجوشوا بيضحك وبيساله لسه متعصب انه حاول يقتله وانه شخص حقود جدا. ويقول له بس هو بيعتقد ان الرساله اللي تركها له بعد اغتيال الساحر قدهارد كانت صعبه، وانه اخوه الاكبر. ويقول له انهم بحثوا كتير عن الشخص اللي عمل كده وانه كان مصدوم اما عرف انه ورا الحادثه دي. وجيني بيقول له انه خطط امور كتيره في حياته، ولكن هو غلط غلطه كبيره انه ما قدرش يختله من صغره، وبيحرك قوته ويقول له يستعد وانه يدفع ثمن الغلطه دي بحياته. وجوشوا بيضحك وانه جريء جدا، وانه واضح انه اضطر يعاقبه على جرأته دي. وجوشوا بيراقب جن ويقول له ان طاقه الظلال بتاعته دي المفروض تكون ملكه هو، وانه اول مره يشوفه بيستعملها. وجن بيقول له انه لسه مغفل كعادته، وانه مستحيل هو يستعيد طاقه وعقد زي ده، وانه سلطانات مش بيعترف بالفشل زيه. وراح يهجم عليه وبيطلب منه يحاول يسرقها منه لو هو يقدر، وانه توقعش انه يظهر هنا من غير فرسان اللي بيحموه زي ما عمل مع لونا. وبيستعمل هالة السيف ويفعل الهيئه الاولى لسيف الظلال، وبيسال جوشوا اللي هو مش بقى جبان زي الاول. وجوشوا بيخرج سيفه وبيستعد للهجوم عليه، وبيساله بيعتقد انه يقدر يهزمه عشان بيمتلك عقد مع سولدرايت، وانه واضح انه مغفل. وجيني بيراقبه ويكون مستغرب كل اللي بيحصل، وده مش سيف جوشوا اللي بيستعمله كل مره، وده مجرد سيف عادي. وجوشوا بيهجم على جيني باستعمال السيف ولكنه بيفادى هجمته ويتراجع لبعيد.
وشه بيروح يهجم عليه تاني، وبيسأله كان بيعتقد انه يقدر يهزمه، وجين بيتراجع بعيد عنه وعن الهجمات بتاعته، وشه بينتقل مكانه بسرعه، وبيسأله بيعتقد نفسه يروح لفين، وبيهجم على جين باستعمال سيفه، وبيسأله كان بيعتقد ان عشان هو بيستعمل الخطط بتاعته للتعامل معاهم فمعنى كده ان هو ضعيف، وجين بيصدر هجماته وبيتراجع، وشه بيكمل هجوم عليه وبيقول له ان اشمعنى ان هو ذكي في التعامل معاهم انه يكون ضعيف، وبيهجم على جن بكل قوته، ويقول له ان العيله عندهم بيستخفوا بيه، وانهم بيقولوا انه مستحيل هو زي يقتلونا ولكنهم غلطانين، وانه يقدر يكون قوي زيها في اي وقت هو عايزه، وجين بيقدر يصدر هجماته وبيتصفي جسمه وانه قوي جدا، وان دي قوه حامل العالم التاني حاليا، وجوشه بيحضر كل قوته وبيقول لجين انه عديم الخبره، وبيهجم عليه بهجوم قوي، وبيقول له ان في اشياء كتيره في العالم ده هو ما يعرفهاش، وانه مغفل ومستحيل يقدر يتحداه بخبرته الضعيفه، وجين بيتصدر هجمته وبيدن يعاني من قوه هجومه، وجوشه بيهجم عليه ويضربه ويرميه لبعيد، وبيصله بيعتقد ان عيلتهم مش قادره تتخطى عيله الزفل على الرغم من امتلاكهم لقوه مرعبه بالاخص قوه ابوهم، وبينتقل لمكان جن وبيقول له انه على الرغم من غضب ابوه منه ولكنه ما قدرش يتخلى عنه وتركه في منصب حامل العالم الثاني، وانه محتاجه، وجين بيراقبه وانه كان مستني بقوه الوقت ده وانه قوي جدا وانه قدرش يتفادى الهجمه دي، وشه بيحضر كل قوته للهجوم على جن، ويقول له ان ابوه ما تخلاش عنه ومحتاجه لانه هو الوحيد اللي ما بينهم اللي عارف الطريقه اللي يتعامل بيها مع عيله الزفل، وجيني بيستعمل سيف الظل بتاعه وبيهجم على جوشوا، وهجوم الاتنين بيصطدموا بعضه وبيحصل انفجار كبير في المكان، وجيني بيراقب جوشوا بعد ما كان انفجر، وانه ما كانش مستهتر بقوه جوشوا ولكنه كان بيظن انه ضعيف انه يكون قائد العيله، وانه بيعتقد ان هجوم لونا عليه اجبرته على التطور بعد ما شاف التهديد اللي بيحيط بيه، وانه مستحيل كان يبقى بالقوه دي من البدايه، وشو بيسال جين لو دي كل مهارات سيف الظلال اللي هو اتعلمها اثناء غيابه، وانها قوه مثيره للاعجاب ولكن هو اللي يستحقها، والشير بيكون متعصب وبيستعد للهجوم على جوشوا، ولكن جين بيوقفه وبيطلب منه يهدى وانه عايز يحمي ركانه وبس وهو هيتعامل مع الوقت ده، وجوشوا بيضحك ويقول لجين كده بيهين كبريائه وانه اكيد ما اعتقدش انه هيستعمل التنين بتاعه كرهينه في قتالهم ضد بعضهم، وجين بيقول له ان معرفته بيه هو عنده استعداد يعمل اسوء من كده، وانه شخص حقير، وجوشوا بيضحك وانه عارف سبب تصرفه بغرور كده، وانه عارف انه مش هيقدر يقتله لانه لو عمل كده هو مش هيقدر يسرق العقد بتاعه مع سولدرايت، وجين بيقول لك متاكد ان الحقير ده عارف طريقه نقل العقود زي عيله الزفل وكنزلو وانه بيستعمل نفس الطريقه، وشو بيقول له انه مقدر ذكائه وانه فعلا مش هيقتله ولكن هو يعمل اسوء من كده، وانه يحرص انه يدمر جسمه بحيث هو ما يقدرش يشيل السيف تاني لباقي عمره وان ده يكون عقاب مناسب بالنسبه له، وجين بيقول له انه هو عارف انه ما يقدرش يقتله ولكن مش معنى كده انه ما يقدرش يقضي عليه هنا، ويعرف جرايمه لابوه وبيحرر سحر الظلام بتاعه في المكان، وانه عارف انه اتباع في طريقهم لهنا عشان كده هو هني المعركه دي بسرعه، وشو بيتفاجئ وبيساله بيعمل ايه وبيستعمل هاله السيف وبيهجم على جين وانه مش مهم وانه واقف الخدعه بتاعته اللي هو هيستعملها دي، وانه واضح على انها خطيره ولكن الهجمه بتاعته بتصطدم بسحر الظلال وبتختفي، وشو بيراقبها ويكون مصدوم والمستحيل وان هالته اختفت، وجين بيقول له انه حذره وانه ما قدرش يقتله وهو صغير مستحيل يقدر يعمل كده ابدا، وبيستعمل قدره استدعاء بابه الظلال بتاعته ويطلب انه يخرج عشان يساعده، وشخص بيظهر من بابه الظلال دي في لحظتها لمساعده جين، وجوشو بيراقبه ويكون مصدوم والمستحيل وانه كانش يعرف عن القدره دي، وجين بيقول ان القدره دي بتوصله بالعالم التابع لسولدرايت وانه طبعا ما بيتحكمش البابه تستدعي مين، وانه سعيد ان ملك قتال ظهر منها، وجون ما بيكلم جين ويقول له ان بقاله فتره ما اتقابلوش، وجين بيقول له فعلا ويتاسف له على استدعائه لهنا ولكنه عايز مساعدته، وجون بيحرك قوته وبيقول له انهم اخوات وانه مش محتاج يعتذر، وبيساله محتاج ايه منه، وجين بيقول له انه عايز يقضي على الوغد اللي قدامه ده وان النهارده هيكون اخر يوم في حياته الحقيره، وبخلص انا ملخص جزء 11 من هاوا، واسال لي فيديو اسم الحيوان الاليف الخاص بجين اللي واخده من الجزيره، عرفني في الكومنتات ومش تنسى اللايك والاشتراك، سلام.